السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مشاهديني وأخواتي وأصحابي وحبايبي. أهلا بكم في الفيديو الجديد. ياريت الفيديو ده يعجبكم، ولو عجبكم اللي ما اشتركش عندي يشترك ويفعل الجرس والكومنتات الحلوة واللايكات ما تنسوهاش. وبتمنى من كل اللي ليه اي ملاحظة اي حاجة يبعتلي ويقولي. انا يا جماعة مش بزعل، اي حد ليه اي استفسار اي تعليق اي حاجة يبعتلي، وانا تحت امركم في اي شيء تحبوه. دلوقتي النهاردة الفستان اللي انا هقصه فستان بسيط خالص جدا، مفيهوش اي حاجة وياريت ينول اعجابكم يعني. واي حد مبتدئ هيقدر ينفذه، لاني مفيهوش اي حاجة، معتمد على شكل القماشة زي ما انتوا شايفينها. القماشة طرية خالص شتوي، وهاخدها معاكم جايبين 3 متر، لان هنعمله مكسب من فوق على واسع تحت. وحاليا لما بيكون واحدة جسمها مليان شوية، هي بنتي منقبة وما بتلبس الحاجات الضيقة، فانا بحاول اعمل لها حاجات تبقى شياكة وفي نفس الوقت ترضي ربنا يعني. فادي ال3 متر قماش. دلوقتي انا قسمت القماشة، طلعت طبعا ال3 متر مش هيكفوا الطول، فانا خدت متر 55 وقسمته نصين، طلعت الجزء التاني وهعمل قصة في الصدر بحيث اكمل اللي ناقص. وانا عندي القماشة هنا القلم بالطول، فانا هركب القصة اكمل بيها الصدر تبقى بالعرض. فدلوقتي انا اهو هنعمل مع بعض دوران الرقبة زي ما احنا عارفين 8 سنتي اهو، وننزل بيها 2.5 سنتي او 3 سنتي اهو. سليم. طبعا انا يا جماعة المارك ما كانش بياخد وقت معايا، فاستعملت صابونة. الصابونة لو هي ناشفة بتبقى زي المارك بالظبط وبتستحمل يعني. اللي مش عارف يعني. وكده 14 سنتي هناخد كده اهو، هنقيس كده 22 سنتي، هننزل كده اهو 25 سنتي، هناخد هنا 22 كده، سليم. وهناخد دوران الصدر. دوران الصدر عندنا هنا يعني احنا عندنا دوران الصدر 1.20 على 4 فيها ب30، هنزود 5 سنتي تبقى 35. يبقى احنا كده اهو، وهننزل بيها كده كده، وادي حلة البطن. هننزل من هنا 2.5 سنتي. القماش يا جماعة زي ما يكون فيه ايه وردة شوية فاحنا، فانا بظبط القص. طبعا احنا نزلنا اهو زي ما انتوا شايفين، وادي كده الصدر بتاعنا القماش بتاعنا. هننزل شوية لتحت كده اهو، وبعدين خلي بالكم انا مطبقة القماش ده على 50 سنتي، الوسع ده كده 50 سنتي، فاهمين؟ عشان تبقوا عارفين القماش معايا قد ايه. واللي ينسى حاجة ينزل تاني يرجع للفيديو.
عندنا الهانش هنقيس من اول الكتف كده، المفروض من الكتف للوسط 48 سنتي كده كده كويس. هنقيسها مع بعض كده 48 سنتي. تمام. هنرجع ننزل كمان 20 سنتي بطول الجنب كده اهو، برضو ايه هنعلمها عشان نبقى عارفين هنكسم فين وهندي الوسع من اول فين. هنيجي ناخد الوسط 30 سنتي او نقول 35 ننزلها عشان احنا قلنا مش عايزين يبقى ماسك. هنيجي بقى المفروض عندنا هنا 40 35 38. احنا كده اهو شايفين المقاسات. طبعا احنا عايزين الديل تحت اوسع من فوق. هنيجي من اول الوسط كده اهو، هناخد الوسع بتاعنا وهننزل بيه على درجات كده. تمام اهو، هننزل على وسط الديل تحت وكده. انا يعتبر عملنا الفستان بتاعنا بالنسبة للجزء الخلفي. هناخد بقى واحدة واحدة كده اهو، زي ما انتوا شايفين اهو، سهل جدا وبسيط في القص، ما فيهوش اي حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. كده الرقبة تمام. ادعولي ربنا يكرمني بترابيزة كبيرة. وبكده اكون انا ثواني. هنيجي ناخد الديل تحت عشان ما يبقاش مجنح، هنطلع بيه كده. شايفين كده اهو، هيبقى من قدام طويل ومن الجنب هيبقى الطول اللي احنا عايزينه. دلوقتي احنا هنعمل مع بعض بقى الجزء الامامي. هنفرد القماش مع بعض اهو، ده الجزء الامامي. طبعا عند الصدر فوق في حتة احنا هنعمل فيها قصة. سليم. وبكده انا مرضتش اضيع الوقت معاكم. تنيت القماش وحطيت الخلف على الامام اهي زي ما انتوا شايفين. هنبتدي نعلم اهو مكان القص اهو. زي ما انتوا شايفين، وممكن اقص وهو بنفس الحكاية. هنيجي اشوفوا بقى فرق القماش. ادي طلع كده فرق القماش. فانا هركب قصة وهخلي القلم بالعرض زي ما انا قلت لكم، وممكن اعمل فيها حردة كده، سمبوكسة، اي حاجة اللي بيها تبقى شكلها ما يبانش ابدا اني انا
عاملة الطول بتاع الفستان. كده هنظبط احنا الدنيا دي كده اهو. سليم. وهناخد القماشة دي كده اهي، طلعنا حتة بالعرض كده كده اهو. تمام. والقصة دي هتبقى ايه، هتركب في الجزء التحتاني. طبعا احنا هنيجي هنا اهو، هننزل مقاس الرقبة هنا اهو، هننزل بيه 10 سنتي، 10 سنتي، وهنروح طالعين بيها كده كده اهو. وادي كده حردة الرقبة. طبعا احنا عندنا هنا دي حردة الرقبة الأساسية الفوقانية. سليم. هننزل بيها تحت كده اهو. احنا هنيجي من دي كده اهي كده كويس، شايفين كده اهو. ودي كده اهو الحردة بتاعتنا. سليم. هناخدها كده اهو، كويس. وهناخد دي كده اهو، تمام. هنيجي نقسم دي كده 2 كده كويس، وهنروح طالعين بيها، نديها بوزة كده، شايفين كده اهو. هتبقى دي راكبة كده. هنحاول ننزلها تحت شوية بحيث هنركب عليها نحط لها هنا زرار كده كويس. وبكده احنا ظبطنا معانا القصة. تمام. وممكن نبطنها ونركبها على الوش عادي، مش عايزين نبطنها. فالمهم ان احنا يعتبر ان احنا كده عملنا الشغل زي ما احنا عايزين. وهننزل بده كده اهو، زي ما قلت لكم. هنيجي طبعا احنا الجزء التحتاني هنخش بيه سنة كده كده اهو، زي ما انتوا عارفين. هننزل بيه كده اهو، طبعا هناخد الحدة بتاعتنا من هنا كده
كده يكون احنا قصينا الجزء الاساسي اللي هو الخلف والامام. وطبعا في التركيب انا الشرح هيبقى زيادة، يعني شايفين كده اهو. هنيجي نعمل بقى الكمام. طبعا احنا الكمام هنطلعها من العرض بتاع القماش. لما بتروحي عند الترزي بياخد اطوال منك، ملوش دعوة، هو مش هيدبرلك سليم زي ما احنا بندبر. شوفوا القص اللي طلع من العرض بتاع القص، شايفين كده اهو. طبعا انا هاخد الكم زي ما انا عايزة وبراحتي منه، ودي الميزة ما بين الترزي والخياطة. ولما الواحدة فيكم تتعلم الخياطة هتبقى عندها فرصة تدبر وتعمل كل حاجة. نيجي كده ناخد طول الكم زي ما انا عودتكم، طول الكم 70، على اساس احنا بنعمل استك. الاستك دلوقتي بقى هو الموضة سليم. هنيجي ننزل هنا 15 سنتي، سليم. هنشوف وسع الكم هنا كام، هنخليه 28. تمام. وهنا هننزل 15 اهو. هناخد 28 على 2 كده اهو، وهنعمل خط ده كده. هنقسم 15 هتبقى هنا 7.5، هتطلع دي كده سليم. هنيجي نقيس الكم هنا 20 سنتي اهي. تمام. طبعا انتوا بتقولوا دلوقتي هي قصة فرد ليه؟ طبعا انا قصة فرد عشان انا مطلعها من القماش ده من الخلف، وهجيب القماشة التانية بتاعة الامام. كده ادي قصيت الكمين. وطبعا انتوا شايفين ان الكم ان هو كبير عشان القماش شتوي وبيوحي ان هو كبير، فده ملوش دعوة بالنظر، ليه دعوة بالمقاسات اللي انا واخداها. وبكده يكون انا خلصت معاكم فيديو القص، وزي ما عودتكم فيديو للقص وفيديو للتركيب عشان ما ياخدش منكم وقت كبير وتقدروا تستفيدوا من الشرح. وشكرا ليكم ومتابعتكم ليا، واللي مشتركش عندي يشترك ويفعل الجرس والكومنتات الحلوة واللايكات، وما تنسونيش في اي حاجة انتوا عايزينها. وشكرا ليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.